المسؤولية في توفير الأمن والأمان من أجل حماية المواطنين تقع على أكتافهم وعلى عاتقهم. فقد آن الأوان بعد طول انتظار لتفعيل كافة الطرق والوسائل من أجل حل هذه الأزمة القاسية لنضع حدا لهذا الانحدار وما يتركه من روائح الدم والدمار. نطالب دولة إسرائيل وسائر الجهات المختصة أن تفرض سيادة القانون وهيبته وسن وتغيير القوانين، وتعمل على تنقية بلداتنا وقرانا من أسلحة الغدر وإعداد الموت المسطور، وتضرب بيد من حديد كل من يتبنى لغة الانتقام والإجرام المأجور. كذلك إننا نتوجه للأهل الذين هم مدارس الأخلاق وحقول الزرع مذكرين أنتم المؤتمنون على هذه الغراس المطالبون بها أمام جميع الناس، فلا تهملوا الأمانة فتخسروا يوم القصاص، تكونوا لهم حماة في سلطة الجهل، وبينوا لهم الفرق بين الحميد والذميم من الفعل، وكونوا لهم قدوة حسنة في الحلم والفضل، وقولوا لهم في السماح أنتم الرابحون وبالتعقل أنتم الغانمون. نبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يلهم عقولنا وقلوبنا للثبات على سبل الرشاد، وأن يعيد بلداتنا نعمة الصفاء ونعمة الوداد، وأن يجعل هذه الصرخة الصادقة بداية لعهد يملأه الأمن والسكينة في البلاد، وأن يجنبنا مواقع الفتن ومزالق الأحقاد. اللهم اجعل كلمتنا في الحق موحدة واحدة، وصفوفنا مرصوصة حاشدة، وعزائمنا على الصفح والإصلاح راشدة، وكلمة السلام بيننا سائدة. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.